لو عندك حد من كبار السن ودايما ظهره وجعه نص الظهر هنا ومقتب جامد جدا، ده نتيجة ان انا عندي فقرة في نص ظهري هي اللي بارزة لورا، والفقرة دي لو اتزقت وطلعت لقدام هتفردني كتير وهتحسن من النفس وهتحسن من وضع الكتاف ووجع الكتاف ووجع الرقبة والصداع اللي بيجي. طيب انا عايز اعدل الفقرة دي وازقها لقدام، الفقرة كأنه عايز امسكها من هنا واروح ساحبها لقدام كده. هعمل ايه؟ كل اللي هعمله ان انا ممكن اجيب فوطه او مصليه او حاجه ناشفه كده اهو، اطبقها كده تمام لحد ما بقت شكلها زي دائري كده، وبعدين انا باجي احسس على ظهر المسن ده وابدا اطلع واحده واحده كده لحد ما احس ان في فقره، اكتر فقره بارزه ورا هي دي على راس الكيرف او راس الميل اللي لو اتزق لقدام هيعدل الفقرات. فانا هحط هنا كده اهو واحط مخده هنا كده اهو عشان ايه؟ هفهمك. واجي على الطرف، لو جيت على الطرف هنا رحت نايم عليها زقت الفقرة لقدام، زقتها لقدام، بس هتلاقي ايه لو مفيش مخدة عند المسنين هتلاقي ايه ان راسه مش عارفة ترجع لورا قوي، فتلاقي عيني واقف ومشنج رقبته فمش هيقدر يستحمل القعاد في الوضع ده، فلازم تقرب له المخدة هنا كده بحيث ان هو يقدر دي تبقى مزقوقة لقدام ودراعاته تبقى مزقوقة لورا كده. كل ما دراعاته تبقى مزقوقة لورا كده اهو كل ما هو يقدر يفتح فقراته الصدرية ويفتح صدره من قدام، لان الحتة اللي قدام دي مشدودة جامد فهو مقتب وعامل كده. لو انا فتحت الحتة اللي قدام دي اللي هي حتى اللي قدام الرقبة وقدام الصدر ويا سلام رحت فاتح دراعاتي كده اهو، لو انا مش قادر عندي مشاكل في كتفي ممكن اعمل كده اهو واحاول اوسع كعاني عن بعض كده، احاول اوسع كعاني عن بعض واثبت في الوضع ده مينيمم على الاقل دقيقة ونص على الاقل. طبعا لو سبت في الوضع ده ربع ساعة الصبح ربع ساعة بالليل نتائج اسرع واحسن بكتير. وممكن اقعد اعمل كده اهو، اخد نفس وافضي واملى صدري بالهواء. كل ما املى صدري بالهواء الناس المسنين اللي عندهم ضيق في التنفس ونهجان مع طلوع السلم ده ممكن يكون سبب كبير. التأتيبة اللي قدام دي بيضيق على الرئة، فانا في دلوقتي فاتح كده اهو وثابت في الوضع ده وافتح كده اهو، ده كده ممتاز جدا. او ارمي دراعي كده لورا واثبت، او ارمي دراعي كده اهو واثبت، ايهما احسن بالنسبه لك. ويا سلام بقى لو ضفت ان انا رجليا الاتنين ينزلوا كده، انا فتحت الخط الامامي من العضلات لحد القدم تحت كده، فتحت كل حاجه. يا سلام لو سبت في الوضع ده وكمان زائق الفقره لقدام عن طريق الفوطه، ده كده احسن حاجه في الدنيا. اثبت في الوضع ده كده دقيقة ونص دقيقتين لحد ربع ساعة يبقى كويس قوي، واخد انفاس املى صدري بالهواء فصدري يوسع وفقرات وقفص الصدر يتمدد ويتفتح وانا ثابت في الوضع ده. لو ربع ساعة في اليوم، ربع الصبح ربع ساعة في اليوم بالليل، الموضوع كده هيبقى احسن بكتير، نتائج اقوى بكتير واسرع بكتير. في شهر هتلاقي العيان اتفرد وظهره ما بقاش يوجع، في 6 شهور بجد هتلاقيه طول. لو فضل مواظب عليها 6 شهور بجد هتلاقيه طول، هتلاقي المسن بابا او ماما اللي قصروا في الطول وعندهم اوجع في ظهرهم وكتافهم ورقبتهم وصداع، كل ده بيتحسن بس ان انا افرد ظهري وراسي تطول. في الوضع ده اثبت فيه دقيقة ونص الى ربع ساعة، ربع ساعة احسن حاجة، وبجد هتلاقي نتيجة مبهرة ان شاء الله وفي وقت قليل كمان. هذا والله اعلم.